شنو هي قصة الدار اللي شرا با محمد لبنت فاطمة الزهراء، وشنو سبب الضجة اللي نايضة والمشاكل اللي وقعها في عائلة أم حليمة؟ العرايسات مقلقين، وكنشوفوا ياسين في اتصال هاتفي مع اختو كيتصل بها وكيتهمها، تيقول لها ديتي الدار للعرايسات، حشومة عليك فاطمة الزهراء. المهم الروينة نايضة، والمتابعين واحد العدد كبير منهم ما عجبهمش الحال، غضب كبير من متابعين قناة محبوبة تيفي. غنعرفوا شنو وقع وغنعرفوا شنو هو سبب هذا الغضب ديال المتابعين ديال قنوات ام حليمة او قناة محبوبة تيفي. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو فضلا وليس امرا. متابعيني الاوفياء، كنتمنىكم دائما تشجعوني باللايك ديالكم، واللي مازال ما درتش ابوني دير ابوني وتفعل زر الجرس باش توصل دائما بكل جديد. كنشكركم دائما على دعمكم المتواصل اللي كيخليوني كنزيد كنستمر. الامر وما فيه انه فيديو من فيديوهات قناه محبوبه تيفي كيبان لنا با محمد اهدى سويرتات ديال واحد البارتما او واحد الدار لفاطمه الزهراء. شفنا الفرحه اللي تلقات بها فاطمه الزهراء هذا الدار، وشفنا ردة الفعل ديالها اللي كانت كلها صراحة مؤثرة، مشاعر كانت كبيرة وجياشة. في الفيديو شفناها كتبكي، كتبوس لبها راسها والأم حليمة راسها، كتبوس لهم يديهم وطاحت كتبوس لهم حتى رجليهم. هادشي زوين بزاف وعجبنا وتأثرنا به كالعادة. الإشكال واقع متابعيني في أنه غتبان باللي هاد الدار أو يقال باللي هاد البرطمان اللي هدا با محمد لفاطمة الزهراء في الأصل ماشي ديال با محمد، أو بالأحرى في الأصل هي ديال وحدة من العرايسات، يعني حفصة أو تيتيش، وحدة فيهم بحال قلتي با محمد خدا ليهم البارتما ديالهم وكتبها الفاطمة الزهراء بنته بدون استشارة، بلا ما يقولها ليهم، بلا ما يعلمهم. وهنا ناض واحد المشكل على حسب ما كنشوفوا حنايا في القنوات اللي تابعه المسلمة. شنو سبب هذا المشكل؟ السبب هو انه قال لك فاطمه الزهراء او با محمد كان عليه اولا يحضر العرايسات ملي كان غيهدي الدار البنت فاطمه الزهراء. هذا اول مشكل، قال لك علاش ما كانوش، كان خصهم يكونوا. لكن المشكل الكبير اللي زاد طين بله هو من تعرفت انه البرطمه اللي اهدى با محمد لفاطمه الزهراء راها فعلا كاينه في هذيك الدار اللي شارينها كلها في ازرو، واللي فيها الدار ديال رشيده، فيها السفلي، وفيها كذلك واحد الدار اللي الوسط على ما اظن اللي فيه حفصه وتيتيش. وغالبا هذيك الدار ديال حفصه وتيتيش هي اللي نورمالمون غتكون غادي يسكنوا فيها مثلا تيتيش، وكانت حتى حفصه غتكون معاها. هذيك الدار تهدات لفاطمه الزهراء بلا اذنهم، بلا ما يعرفوا. اولا اللي نبغيكم تتبعوه معي متابعيني الاوفياء وتاخذوه بعين الاعتبار. اول حاجه با محمد كبر ووعى ما شاء الله من انه ياخذ الدار العرايسات ويعطيها لبنته فاطمه الزهراء. وكنا كنعرفوا تبارك الله با محمد واحد راجل اللي ما شاء الله عليه تبارك الله بعقله متزن وكيبغي عرايساته لواحد الدرجه كبيره، كيحسبهم بحال فاطمه الزهراء، ومستبعد تماما على انه يقوم بشي حاجه بحال هكا. يعني هذا مبدئيا با محمد بعيد كل بعد على انه يدير بحال هذا التصرف وياخذ البرطمه لعريسته باش يفرح بنته وتفرح بنته على حساب الحزن او على حساب القلق، انه يدر عريسته باش يفرح بنته. هذه ما كايناش وبعيده تماما البعد. هذه اول نقطه حنا متفاهمين عليها. ثانيا العريسات نهار خداو الدار، نهار شراو الدار في ازرو، مشاو العريسات وسناو بيديهم على الملكيه ديال ديك الدار. فلا يعقل وما يمكنش يعني نفكروا غير بالعقل انه شي واحد عنده شي حاجه في الملك ديالو ويجي واحد اخر وياخذها له ويعطيها لواحد اخر يهديها لانسان اخر. ما يمكنش، مستبعد ولا يعقل ومستحيل، ما كايناش. هذه كنعرفوا بلي تيتيش وحفصه ورشيده كانوا مشاو سناو على الملكيه ديال الدار بحكم ان الديور في سميتهم نهار شراو الدار. فما يمكنش با محمد غادي يقدر ياخذ الدار في الملكيه ديال واحد الشخص مثلا حفصه او تيتيش
وهو عنده القدرة أنه يهديها لشي حد آخر أو يعطيها لشي حد آخر ويكتبها بسميت شي حد آخر، وهي أصلا راها ملك ديال حفصة أو تيتيش. إذن هنا نخدموا عاوتاني العقل ديالنا، ما كايناش لا يعقل. حاجة أخرى اللي نبغي نأكد لكم عليها واللي مهمة والأهم في الأمر هو أننا خاصنا نعرفوا باللي هاد المسائل يستحيل يكون فيها الغلط، ويستحيل يوقع فيها الغلط بهذه الطريقة اللي كنشوفوا. يعني احنا في الفيديوهات ديال محليمة كنشوفوهم أنهم ما فاهمين والو، ما عارفين والو. اللي بغيتكم تعرفوا أنه مسائل بحال هذه بهذا الحجم، فيها ملكية، فيها نوتير، فيها إمضاءات، فيها ماشي سهلة. هادو راه مسائل قانونية، يعني حنا نخدموا عقلنا شوية. ما يمكنش بهذه البساطة غادي تخاد الدار العريسات وتعطى لفاطمة الزهراء بكل زعما بساطة بحال هكا، وما غاديش يكون مثلا انه قانونيا ما كاينش قانون، ما كاينش هادشي، ما كاينش. وصراحة باش نكون واقعية نتوجه بواحد النداء لعائلة أم حليمة وقناة محبوبة تيفي: حاولوا تحافظوا على المصداقية اللي عاهدناها بكم واللي عاهدها بكم المتابع الكريم. التعليقات ما كانتش أبدا أغلبها إيجابية، بالعكس أغلبها كانت سلبية على هذا المشكل ديال الدار اللي وقع لفاطمة الزهراء، لأنه مشكل يعني يستحيل العقل يتقبله. فباش نحركوا اليوتيوب بطبيعة الحال تيقلبوا من حقهم، غادي يقلبوا على ديزاكسيون ولا كيف كنقولوا بين قوسين على الأكشن في اليوميات اللي كيعرضوها، باش يكون شوية تفاعل أكثر وأكثر، خصوصا باش ما يحسش المتابع بالملل. لكن ماشي بهذه الطريقة. أنا كنصيحة كشخص أو كإنسانة متابعة كنشوف قنواتكم، كنشوف فيديوهاتكم اللي في جميع القنوات، ماشي بهذه الطريقة تقدروا تشدوا المتابع ساخط تماما في التعليقات، ما عجبوش الحال. وبزاف التعليقات قريتها عندها نفس المحتوى كتقول باللي بهذه الطريقة غتفقدوا المتابعين وغتفقدوا مصداقية قنواتكم، لأنه صراحة موضوع أصلا غير قابل لأنه يتطرح بهذه البساطة ويقدر يلعب فيه الإنسان، وأصلا فيه ملكية وفيه قانون والدار ووراق. يعني ماشي بهذه البساطة يقدر الإنسان يتلاعب بالأمور، أو با محمد يقدر يتصرف ببساطة وكأن يعني المسألة سهلة. المتابع يعني كيقول أنه ربما عائلة أم حليمة كتحاول جذب المشاهد بتمثيليات بين قوسين اللي مستفزة للمتابع، وهذا الشيء صراحة ما كيجيش مع عائلة أم حليمة وما جايش مع قناة محبوبة تيفي. هذا علاش من الأحسن، يعني أنا كيبان ليا وكوجهة نظري وكمتابعة وفية، كنتمنى يكونوا الفيديوهات مغايرة على هذا المحتوى هذا، اللي حتى ملي كيكون فيه مشكل وكيطول وكيبان باللي راه مطول وحنا عارفين شنو كاين، يعني غير زعما بين قوسين باش تكون نسب مشاهدة عالية على الفيديوهات في جميع القنوات ديال محلمة. هنا المتابع في شحال من تعليق قريت انا غنسحب المتابعه ديالي القناه، مصداقيه بديتو كتفقدوها، تمثيليه، مسرحيه، تقريبا نفس الكلمات ونفس الجمل كيتعاودوا في شحال من تعليق. هذا علاش حاولوا تداركوا ما يمكن ادراكه. قناتكم ما شاء الله كبيره بلا هاد المشاكل اللي لا يديرها لكم ولا لا يوقعكم فيها، ونتمنىكم تبقاو دائما محتلين صدارة اليوتيوب بلا مشاكل بلا مشاكل بلا مشاكل. احتلوا صدارة اليوتيوب كيف ما عدناكم، بسبايعكم، بأعراسكم، بأفراحكم، بالحفلات اللي كديروا كتشاركوها، غير بروتيناتكم اليومية كتكفي وكتوفي داك الروتين الشعبي اللي كنشوفوه في دار سيدي عدي، ملي كتكونوا في السطاح مع طباخة أم حليمة، مع الناس اللي كيكونوا معكم في الدار، مع ديك البساطة ديال دوك الناس اللي كيكونوا مرافقينكم بحال رابحة وناعمة الصحراوية. هنا هادشي اللي كيبغي المتابع، خصوصا الجالية المغربية اللي كتتابعكم من الخارج، كيبغيو هاد المواقف، هاد البساطة ديال العائلات الشعبية التقليدية. هل هذا هي الدخول في مشاكل أنتم في غنى عنها، ولا يديركم في شي مشاكل؟
اللي لا يحطكم في شي مشاكل اللي يخليكم تحتلوا صدارة اليوتيوب بالمشاكل. خليكم دائما محتلين بالافراح كيف ما قلت لكم، المناسبات، والله يدوم عليكم دائما الافراح والمناسبات. وكنتمنى نكون وصلت الفكره ديالي حتى لهنا. كنكون وصلت معكم متابعاتي الاوفياء لاخر الفيديو. كنتمنى تشاركوني في التعاليق بارائكم. شكرا لكم على حسن المتابعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.